اليوم حظينا بالأخ الكاتب الصحفي فؤاد السوداني، وإن الشرف طبعا بهاي الصدفة الجميلة مع الأخ الكاتب. وطبعا ما قصر أهدانا هذا الكتاب من طبعا الإصدار الثاني لطبعته الأولى بعنوان مشاهد وشواهد، طبعا عن تاريخ البصرة، وبالخصوص ذكر ميناء، ملعب الميناء وفريق الميناء وتاريخ الميناء. أستاذ فؤاد، انطباعك عن هذا الكتاب بشكل عام لقناة الجنوب الفضائية؟ حياك الله زميلي عصام والزميل رافع توفيق. اليوم فرصة سعيدة بأن نلتقي بعد غياب دام فترة من الزمن. لي الشرف طبعا بإهداء هذا المنجز وهذا الإصدار لكم ولقناة الجنوب العاملة في المجتمع وتغطية الأحداث الرياضية والثقافية والسياسية. مشاهد وشواهد يتحدث عن تاريخ البصرة الثقافي ونجومها من الرياضة الذين مثلوا المنتخبات الوطنية. مشاهد وشواهد هناك فيه العديد من الحكايات والذكريات في ملعب الميناء صاحب العراقة والتاريخ الذي أنجب خيرة نجوم الكرة العراقية على المستوى الدولي والقاري والمحلي. كتاب مشاهد وشواهد فيه يمثل قصص قصيرة تتحدث عن الكرم البصري الأصيل الذي فاق الكرم الحاتمي في خليجي 25. الجمهور البصري هو له دور في رفع الحظر عن الملاعب العراقية. في ملعب جذع النخلة بعث برسالة لكل دول العالم بأن العراق هو بلد محبة وبلد سلام. فهناك العديد من الحكايات والمفارقات والأحداث في مشاهد وشواهد، إن شاء الله ينال رضاكم. شكرا جزيلا.